من المتابعة ينضم إلينا من الجزائر مراسل الغد كريم قندولي. كريم، ما هي تفاصيل هذا الحكم إليك؟ نعم وائل، اليوم تم البت مجددا في هذه القضية التي تم تسميتها سابقا بقضية القرن وكل ما تم تسميته، لكن في النهاية الآن بعد قرابة العام من أول محاكمة يتم تبرئة ساحتهم كل المتهمين في قضية التآمر على سلطتي الجيش والدولة. أكثر من ذلك ذهب المحامون في هذه القضايا أو هيئة الدفاع لأن هذه القضية تم فبركتها وتلفيقها في حق المتهمين من طرف قائد الأركان الجيش السابق هو الفريق أحمد قايد صالح. للذكر فقط وللتنويه أن في شهر فبراير الماضي تمت أو حكم من طرف مجلس الاستئناف العسكري في حق المتهمين ب15 سنة سجن نافذة و20 سنة في حق خالد نزار وزير الدفاع السابق، وأيضا كان فارا من العدالة آنذاك، كان في أوروبا في فرنسا وأيضا في إسبانيا، لكنه عاد مؤخرا في الأيام الأخيرة في صورة ربما ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي قادما على متن طائرة رئاسية هنا للجزائر، وشكلت ربما صدمة بالنسبة لكثير من الجزائريين خاصة كيف يدخلوا. لكن اليوم تم تبرئة كل المتهمين وهما الفريقين أو الفريق توفيق محمد مدين قائد المخابرات السابقة، وأيضا طرطاق الذي كان منسق جهاز المخابرات، ولويزا حنون، وأيضا شقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة. أذكر فقط بأن الجنرال أو الفريق توفيق خرج مباشرة من السجن العسكري صوب منزله مع إرجاع الحرس الشخصي الخاص به، فيما يتبقى الآن سعيد بوتفليقة وطرطاق يتابعان في القضاء المدني بتهم أخرى متعلقة بالفساد، وأما طرطاق فمتعلق الآن تهمته المباشرة بقضية شراء القوائم الانتخابية والتي ذكرت من طرف النائب البرلماني بهاء الدين طليبة مع جمال ولد عباس. كريم قندولي مراسل الغد من الجزائر، شكرا جزيلا لك.